السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي شرحاء بلال سات في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبسعادة دايما يا رب. طبعا بنغيب نغيب ونرجع بالجديد. معانا النهارده سوفت رائع لكل المعالج 1506 اتش في و1506 تي في و1506 اف في، يحمل سيرفر ذكي 4 ميجا بدون واي فاي داخلي. يلا فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. اول حاجه نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه ما ننساش نعمل اعجاب للفيديو، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الاستثمارات. جهازنا النهارده والمعالج بتاع النهارده معانا الفانتوم 3 سبعات ومافيا 3 خمسات. طبعا الجهازين دول سان بلس 1506 اتش في الجديد، وطبعا عندنا ال 1506 تي في و1506 اف في. ايه يا عم بلال السوفت اللي بتقدمه لنا النهارده؟ السوفت النهارده اللي قدمه لك بعد الغياب الطويل ده هيضيف لك الاي بي ايديو، يعني الصوتيات ومفتوحه، ما فيش فيها اي مشاكل. بتتكلم بجد، بتكلم بجد. ولكن قبل ما نخش على الشرح ونشغل الجهاز، عايزك تعرف انه هيدعم الفلاشه ال 5370 بس عشان تبقى عارفين. وطبعا هيبقى شرح بسيط، وعايزك تسمع الشرح كويس عشان ما تقعش في اي مشكله، عشان تعرف تستفيد بالخاصيه الجديده اللي قدمها لك النهارده. يلا نوصل الجهاز على الشاشه ومع بعض على الشاشه نشوف الشرح. ورجعنا لكم تاني بعد ما وصلنا الجهاز بالكهرباء وصلت الاتش دي، الفلاشه اللي عليها الصوتين الجمال بتوعنا. طبعا عايزين نركز في الشرح، وما كنتش عملت اعجاب للفيديو اعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الاستثمارات، ونصلي على النبي. ويلا نوصل الجهاز ونشوف مع بعض. اول حاجه زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي الجهاز، نقرب بقى بالكاميرا كده على الشاشه عشان نشوف مع بعض، وعايزك تركز في الشرح. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز لسه على وضعه الاصلي. طبعا احنا وصلنا جهاز المافيا، ركز معايا في الشرح. اول حاجه كده نسمي الله ونخش على المنيو زي ما عودناكم. هنخش على الاعدادات عشان نخلي اللغه عربي. بعد ما خلينا اللغه عربي هنرجع باك ونخش على الضبط. طبعا الجهاز زي ما حضراتكم شايفين لسه على وضعه الاصلي، مفيش اعدادات الايثرنت، ما تقدرش تضيف اضافه شفره. يعني السوفت في كل الاحوال مميز وجميل للاجهزه كلها. تمام. هنخش على النسخه عشان نشوف جهازنا، وزي ما حضرتك قلت لك فوق 1506 اتش في. ركز معايا، طبعا ده جهاز بدون واي فاي داخلي عشان الناس ما تقعدش في التعليقات تبعت لي. طبعا الجهاز معانا 4 ميجا سان بلس 1506 تي في اتش في اف في، يقبل معاه السوفت. هسيب لك 3 سوفتات في تعليق مثبت، ونرجع باك ونخش على تحديث. هنخش بقى على السوفتين اللي هسيبهم لك او ال3 سوفتات اللي هسيبهم لك. وطبعا الميزه هنا ان انا ضايف لك ملف قنوات جديد في السوفت ده، يعني هتدي للجهاز سوفت. طبعا جهازنا اتش في هندي له اتش في ونعمل اوكي ونصبر لحد ما الجهاز يحمل معانا السوفت، ونرجع بقى بالكاميرا كده عشان نتكلم مع بعض كده ايه شويه. تمام. زي ما حضراتكم عارفين طبعا الجهاز على وضعه الاصلي ما تقدرش تضيف اضافه شفره، ما تقدرش تعمل اي، يعني ما فيش اعدادات ايثرنت. فطبعا الجهاز لازم يكون له سوفت قيم وجميل يسرع الجهاز ويحل مشاكل الجهاز. طبعا السوفت في كل الاحوال هيفيدك بكل حاجه. تمام. بس الاضافه الكبيره هنا في السوفت ده انه هنزل لك الاي بي ايديو ومفتوح، وهتشوف زي ما هتشوف دلوقتي وزي ما عودناكم ان احنا افعال وليس كلام. ما كنتش عملت اعجاب للفيديو اعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد، والقدم افضل ان شاء الله. طبعا انا طولت عليكم في الشروحات، ولكن غصب عني الظروف هي اللي بتحكم. ولكن ان شاء الله هنرجع تاني وفي سوفتات جميله ان شاء الله في الايام القادمه. ونرجع بقى بالكاميرا عشان ايه نشوف مع بعض السوفت الجميل الجديد اللي هنزله للجهاز ده. طبعا في واحد يقول لي ان يعني المنيو او كده، سيبك من المنيو، انا ليه اهم حاجه الحاجه اللي هيضيفها لي السوفت ده. فطبعا كل حاجه هنشوف. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز سحب معانا السوفت. تمام. نسيب الجهاز لحد ما يفتح معانا ونسمي الله. وزي ما حضراتكم شايفين الجهاز خد السوفت. طبعا اول حاجه بدايه كده لو عملنا اوكي ورجعنا كده، ملف القنوات لسه بتاع السنه الجديده انا طبعا معدل عليه وكده. تمام. ده اول ايه ميزه في السوفت. اول حاجه طبعا اوكي هيضيف لنا شفره البيس عادي، تقدر تضيف شفره البيس عادي للاجهزه كلها. طبعا الاجهزه اللي هي مفيش فيها اعدادات الايثرنت. هنرجع باك ونخش منيو. طبعا زي ما حضراتكم ادي المنيو الجديد والشغل الجديد والشكل الجديد. تمام. في واحد يقول لي طب ما في تحولات جديده نفس الشكل، بس السوفت ده في اضافه الاي بي ايديو مش موجوده في سوفتات كتير. اول حاجه هنخش على الضبط، هننزل على النسخه. تمام. وزي ما حضرتك شايف الجهاز بتاعنا بقى 1506 تي في. وهنا نقطه مهمه عايز اتكلم فيها، اتش في تي في اف في ما تفرقش معايا. انا اهم حاجه عندي الجهاز خد السوفت تمام، شغال اشاره تمام، ملف القنوات تمام، الريموت شغال، العدسه شغاله، كل حاجه تمام في الجهاز ده، ما تفرقش معايا. ولكن الفرق هنا زي ما قلت لكم قبل ما انزل السوفت،
الجهاز هيدعم الفلاشه الواي فاي ال 5370 وانا ما بكذبش عليكم زي ما حضراتكم شايفين اهو. تمام. هنرجع باك وندخل الواي فاي بتاعنا ونشوف ايه الجديد. طبعا اعدادات الايثرنت ظهرت معانا هي تمام. هنخش على كلمه الواي فاي عشان ندخل الباسورد بتاعنا ونشوف ايه الجديد في السوفت ده. هنخش اوكي. طبعا السوفت عندي طبعا انا ساحبه بملف القناه فساحب معاك طبعا كلمه السر فعمل نجاح الاتصال على طول. هنرجع باك ونخش على نطلع بره على القناه كده عادي. تمام. وعندنا زرار الايديو في الريموت زي ما حضراتكم عارفين اهو. زرار الايديو في الريموت زي ما حضراتكم عارفين. تمام. هنضغط على ايديو هنعمل اوكي. هنعمل اوكي زي ما حضراتكم شايفين شغال معايا تمام. طبعا انا مش هطلع صوت عشان خاطر طبعا القناه احفظ على القناه. هنرجع باك ولكن شغال وانا متاكد منه مليون في الميه. هنرجع بقى باك ونشوف كده في اي جديد في السوق. تمام. اتاكدنا من الحاجه الحلوه اللي احنا منزلين السوفت عشانها. هنرجع بقى لو دخلنا طبعا هنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين كل الحاجات ديت زي ما حضراتكم عارفين طبعا لها اكواد ولها شغل. انا كل اللي عليا قدمته لك. ان في ناس كتير كانت طالبه سوفت للاجهزه ال 4 ميجا ال 1506 تي في الاتش في الاف في تدعم الصوتيات. انا نزلت لك السوفت اهوت وشغال 100%. وطبعا هنا تنبيه هام لازم تسيب الفلاشه بتاعه السوفتات او يعني يو اس بي عادي تسيبه في الريسيفر عشان خاطر الصوتيات تشتغل معاك وده مهم. طبعا عندك اليوتيوب شغال الاي كاست شغال كل حاجه شغاله ملف قناه جديد اشاره عدسه كل حاجه ريموتنا شغال كل حاجه تمام. طبعا هو يعتبر في الاضافه ديت لو دخلنا هنا كده طبعا عندك لو جهازك لسه ما فعلتش عليه الدي كيو كام شغال عادي مفيش اي مشكله. طبعا هو سوفت حلو وسوفت سريع وسوفت جميل هيضيف لك حاجات كتير. هنرجع بقى بالكاميرا كده يكون وصلنا احنا لنهايه موضوعنا النهارده. طبعا موضوعنا على السريع كده النهارده كان سوفت جميل لحل مشاكل واضافات مميزه واضافه الصوتيات لكل اجهزه السان بلس 1506 تي في والاتش في والاف في الداكي 4 ميجا بدون واي فاي داخلي. انا كلامي يعني مبسط خالص اهوت لكل الناس عشان ما حدش يبعت لي في التعليقات هو ده ينفع ده ما ينفعش. خش على الاصدار بتاع جهازك وشوف زي ما بقول لك في الشرح وتأنى في الشرح عشان خاطر تقدر توصل للحاجه الحلوه اللي في السوفت ده. وطبعا انتظرونا ان شاء الله في السوفت القادم والشرح القادم باذن الله على قناتكم الجميله. وما كنتش عملت اعجاب للفيديو اعمل اعجاب للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لكي يصل كل ما هو جديد. وانتظرونا ان شاء الله في شرح وسوفت قادم لكل الاجهزه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي الشرحات بالاسف في كل مكان.